السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، وبكنافته وحلوياته وسفراته وحكايته وسحوره وزبادي وكل حاجة كل حاجة حلوة فيه. متهنيين يا رب، اللهم آمين. احنا هنا عملنا الطعمية صراحة الفيديو ده انا عاملاه من قبل رمضان بصراحة يعني، بس هو ركن معايا حبة، يعني ما كانش عندي استعداد ان انا انزله اساسا. بس انا قلت يعني ايه لاخواتي اللي بيحبوا الحاجات الحلوه اللي زي دي والاكل الحرش، دي ممكن نعملها على فكره. إيه، سفره في رمضان، يوم من رمضان يعدي. انا عن نفسي انا بعمل كده. انا بنحب الفلافل او الطعميه البيتي قوي قوي. بحبها اكتر كتير من اللي بنشتريها من المطعم. انا كده كده اساسا مش بحب حاجه المطعم قد كده او حاجه بره عامه في اي اكل. كل حاجه بحب اعملها من صنع ايدي. جبنا حوالي نص كيلو فول، نقعته، نقيته ونقعته الفول ما مدشوش اللي هو من غير قشر. بليته ونقعته حوالي من 3 4 ساعات كده، او من 3 ل4 ساعات. والكرات ده طبعا احنا عارفين الكرات بيبقى كله ماسك في بعضه. بنفككه ورقه ورقه وبغسله كويس او نزل الطين منه، واي حاجه بنقي منه كل الشوائب اللي فيه، وبتنقعيه في ميه بخل ولغايه ما ينزل كل اللي فيه خالص. والبكتيريا لو كان فيه اي حاجه بالخل بيطهره. وبتقطعيه بالشكل ده عشوائي كده، يعني على اساس ان انت هتضربيه في الكبه. وهنا الفول بتاعنا كان طري من الميه لان انا نقعته في الميه حوالي 3 او 4 ساعات. بتقطعي عليه بصلايه او اتنين متوسطين كده، وحوالي نص راس توم. بس انا عندي التوم مفروم فحطيت القطعه اللي انتوا شفتوها دي. بلخبط بقى اللي بلخبط، مش عارفه كلمه بلخبط دي بقولها كل فيديو، ما علينا. بنخلط بقى كل الفول والكرات والبصل والثوم والحاجات دي كلهم على بعض كده. بنجيب الكبه الجميله بتاعتنا بقى، الصغنطوطه المحندقه بتاعتنا دي، بننزل بقى بالخضار بتاعنا كله مع الفول كله في قلب الكبه كده. بس انا عشان الكبه بتاعتي طبعا مش هتاخد كل الكميه دي، لان انا عامله نص كيلو. انا ساعات بعمل كمان نص الكميه دي، يعني ربع كيلو بيعمل معايا حوالي 3 اكياس طعميه. وكمان مش بعملها كل يوم يعني. بنضربها حبه حبه بقى كده في الكبه، باخدها كلها كلها وش الاول، وبعد ما بتخلص بفضيها كلها من الكبه تاني، وبعدين ارجع بيها تاني في الكبه، اخدها قطعه قطعه كده مع بعضها. او هنا كده انا خدتها كلها وش. بس اختصرت معاكم لان هي ايه كانت خدت معايا وقت شويه. ارجع بقى اخدها وش تاني، بس بكون بقى حطيت عليها الملح. انا كده ضربتها من غير الملح. بنزل عليها بحوالي معلقه او معلقتين ملح، معلقه علشان ما تطلعش حادقه قوي. لو طلعت عادبه هنعالجها، ما طلعت حادقه خلاص كل سنه وانتم طيبين. حطينا معلقه ملح حلوه كده ونقلبها. وبعد كده ناخدها وش تاني في الكبه، عشان الفوله معانا ما تبقاش مخرزه. لان تخريزه الفوله دي في الطعميه مش بتبقى يعني احسن حاجه. بتبقى باينه شويه لما بتيجي تاكليها وهي مقليه كده. انا كده مشغله الكبه بتاعتي، هي شغاله اهي وهي فاضيه. بنزل فيها بقى بمعلقه معلقه كده من معلقه السيليكون بتاعتي دي، لحد ما احس ان الفول والخضار بقى عامل زي الفوم كده. شفتي الفوم الهايش زي الكريم شانتيه كده؟ بحس ان هو بقى كده، اعرف بقى ان الفول خد خلاص كل اقصى درجه نعومه فيه. اهو باخده كده بيلف معايا سهل، لان خلاص هو كده كده اوريدي يعني إيه بقى كله متجانس وبقى كله قطعه واحده. بس انا بقى كده بنعم بقى، باخد وش التنعيم. والله طلعت لذيذة وجميلة جدا. مفيش أحسن وأجمل وأطعم من اللقمة اللي تعمليها في بيتك بإيدك من بدايتها لنهايتها. بصرف النظر بقى إن أنت بتشتري الحاجات دي أحيانا من المطعم، يعني مش هتفضلي طول العمر تعملي في البيت. يعني طعمية هي بصراحة غول زيت. بصراحة أنا مش بحب أعملها كتير، لأن هي بتدمر لي الزيت بتاع الشهر. بس برضو بيجي عليك وقت كده بيبقى نفسك تعمليها كوجبة، يعني زي شغل مطعم بقى كده. بتعملي مثلا الطعمية مقلية، الفول بالطحينة أو بالطماطم أو بالبصل أو بالثوم، أيا كانت تحبي طريقة الفول إيه. وبتحطي معاه مثلا سلطة طحينة، سلطة طماطم، سلطة خضراء، خضار كده. بتحبي تعمليها زي سندوتشات بتبقى لذيذة، أو لو حبيتي تاكليها بالليل أو الصبح في الفطار. هنا بص الطبقة بتاعتها بقت عاملة زي الفوم بالظبط. يعني هي كده بسم الله ما شاء الله كده بقت يعني على أقصى درجة النعومة بتاعتها. بنفضيها بقى في البولة بتاعتنا كده عشان نشيل بقى منها السكينة بتاعتنا. وبفضيها بقى في كيس، بعمل بقى الكيس حسب الكمية او يعني الطبق اللي انا حابة اعمله. تمام. انا طبعا عملتها لازم اجيب حبة طبعا بره، مش هينفع افرزها كلها، لازم نجربها ونعمل لها تيست وهي لسه معمولة. او بنزل بقى بيها كلها في الطبق بتاعي كده، وبعبيها بقى اكياس. بحطها في الفريزر.
طلع منها الكيس يبرد، واجي عاملاه حط عليه مثلا، ممكن بطلع الكيس يفك وانزل بيه في الكبه تاني. والله بطلعه من الفريزر ادخل بيه في الكبه تاني. ليه بقى؟ عشان يديني طبقه الفوم اللي انتوا شايفينها دي، لان هي اوريدي لما بتدخل الفريزر بتهبط، يعني الفوم بتاعها بيهبط، ولما بتبقى هبطانه تيجي تقليها تلاقيها مش بتبقى هايشه معاكي، بتبقى مكتومه كده. فانا بحب ارجع الكيس تاني جوه لما بيفك بحطه في الكبه تاني، وبضرب معاه بيضه وسنه بيكنج صودا او كربوناتو، بترجع فوم تاني كانك لسه قليها من اول وجديد، وبتفضل على لونها. يعني هي لونها مش بيتغير حتى وهي في الفريزر، لو قعدت معاكي شهر لونها مش بيتغير، بيفضل على نفس الدرجه واللون ده كده اهو بالشكل دي كده. والله العظيم شكلها تحفه، شكلها حلو قوي. انا بحب اعمل الحاجات دي والله يا جماعه، بحب الخير في البيت من ايدي. وانا الفول دوت كمان انا بدمسه، انا ما باكلش فول من بره خالص، ولا انا ولا ولادي. انا بحب اجيبه ادمسه في البيت. كان عندي دماسه بس كانت بتاخد نص كيلو فول بس، فما كنتش حباها لان هي كانت بتاخد كميه قليله، ومده تسويه الفول كانت بتبقى كتير، فما كانتش بتقضي معايا. فجبت بقى الدماسه الحلوه الجميله الكبيره دي، بتاخد كيلو من الفول. انا اول مره بعمل فيها بصراحه. حطيت الفول بقى كده فيها. الفول ده انا نقعته من بالليل للصبح، من يعني مثلا من 12 بالليل لحد مثلا الساعه 10 الصبح، ايا كان. هو يعني اقصى درجه ليه 6 ساعات، اقل درجه 6 ساعات. حبه اكتر من كده عادي، بس مش هيبقى يومين، هو يوم واحد عشان ما ينبتش معاكي وتقول انا اللي قلت. هي بس ليله واحده بس. الفوله بتاخد حجمها الطبيعي، تشرب ميتها، ولما بتيجي تسويها ما تاخدش معاكي ميه كتير كده، يا دوبك ملل الدمسه. هنا حوالي نص كوبايه عدس اصفر. العدس ده يا جماعه بيدي تيست وطعم وتسويه للفول، حاجه كده ولا في الخيال. والبصل ده، الجزر ده انا كنت بشراه قبل رمضان. احنا الجزر عندنا كتير دلوقتي، فبجيبه وابشره ناعم كده. وفي بصل تاني، انا بصل برضو مصمم معايا، في جزر تاني انا مقطعه برضو مكعبات صغيره كده في الفريزر، برضو بحبه للفول، للبسله، للعدس مثلا. الحاجات دي بتبقى متوفره في البيت، بتوفر معاكي وقت ومجهود، وساعات مبقاش موجود كتير بصراحه. بننزل بقى بنص كيس جزر مبشور كده، وفصين توم، وطماطميه بالشكل ده كده. ولو عندك ليمونه سليمه بس صفرة مش خضرة، مش خضرة، لونها اصفر، لان الخضرة هتمرر. بس انا بصراحه ما كانش عندي اساسا ونسيت احط. وبت كده كده. وسنه الخل دي بقى بتخلي الفوله معاكي قشرتها دايبه. بتسيبيها من 5 ل6 ساعات كده على النار، اول ما بيغلي بتوطي عليه. بس معلش انا اسفه جدا، المقطع الاخير بتاع تسويه الفول في الاخر ما تصورش معايا، ما لقيتوش اصلا معايا، انا تقريبا نسيت اصوره. وهنا يكون في الفيديو بتاعنا خلص. ويا رب كده اشوفكم على خير في فيديو جديد، وما تنسونيش في الدعوه حلوه من قلوبكم كده، ولايك واشتراك. واشوفكم يا رب كده في احسن حال، ورمضان كريم عليكم. ويا رب كده لو حد عجبه الفيديو بتاعي يعلق لي تعليق حلو كده من قلبه، ويقول لي لو نفسه في اي حاجه تانية اعملها، تحت امركم. مع السلامه.